هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كويس. احنا هنتفرج على مشهد وهنترجمه ان شاء الله، هننزل بالترجمة. انا هطلع لكم اترجم، اللي ما تخافش توكل على الله. حسين، حسين ما تظلمنيش. ما تظلموناش انتوا. زي ما حضرتك شايف بالو داخل المشهد اهو، هيبتدي. انت لازم تسمعني ولازم تفهمني. الموضوع منهي يا اسماء. هو الموضوع منهي فعلا. يا حسين، مش انت ابن عمها يا حسين؟ بتعمل ايه يا بالو؟ بتعمل ايه؟ قسما بالله لو شفت رقمك تاني بيرن عليا اللي زعلك. استاذ حسين، يعني انا عايز انبه حضرتك لحاجة. بالو واقف تحت الشجرة بيضحك، فانا مش عارف هو شماتة ولا بتضحك على ايه؟ اللي بينا انتهى. انا مش عايز واحده زيك في حياتي يا ستي. يلا سلام. حسين، استاذ حسين استنى، استهدى بالله، الكلام اخذ وعطى، اصبر. ايه اللي حصل ده يا باشا؟ دي ضحكه شريره يا بالو، وانا عارف انك طيب. اشربي من نفس الكاس يا اسماء اللي شربته لي يا سمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اظن ان دي واضحه. قال لها اشربي من نفس الكاس اللي انت شربتيه ليا زمان يا اسماء. مش حسين ده اللي بعدينا عشانه؟ واه احلى حاجه. بعد كده قال لها بس حسين ده اللي بعتيني علشانه، واه احلى حاجه. ونكمل. ما تشوف الشخص اللي باعك بيتباع بنفس الشخص اللي باعك عشانه يا اسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لها، رد عليها ابي احمد وقال لها ولا تشوفي الشخص اللي باعك اتباع بنفس الشخص اللي باعك يا اسماء، غالبا والله اعلم. مع السلامه يا اسماء، باي. الدنيا كاس وكلها يشرب. مستمرين في تغطية الحدث رغم الصعوبات. قال لها مع السلامة يا أسماء، باي. وده هنا أول مرة بالو بيدخل اللغة الإنجليزية في أعماله. وقال لها الدنيا كاس وكله هيشرب. دي حكمة تقولها في بار دي يا بالو، مش هتنفع دي، أنا بحبك. طبعا هنا حضرتك بتلاحظ مش عارف أكمل المشهد. حضرتك بتلاحظ إن البطلة واقفة وهي مش فاهمة إيه اللي حصل وايه اللي اتقال وكده، والاتنين سابوها ومشي. اتفضل. بالله عامل ايه يا بالله؟ انا كويس. ايه اللي تعبك تاني يا اسماء؟ اظن هنا المشهد واضح. طبعا في الدخله هي داخله عليه بتقول له ازيك يا بالو. قال لها ايه اللي جابك تاني يا شيماء؟ إيه اللي جابك تاني يا اسماء؟ لخبطتوني وبوظتوا الدنيا. انا جاي اقول لك يا بالله ان انا ندمت، ندمانه ندم عمري عشان انا سبتك وفرطت فيك ورحت لغيرك. بعد ايه؟ بعد ايه يا ست هانم؟ بعد ما كسرتي بقلب الولد. بالو يا ولدي، اتستر في الدمع يا ولدي. انت طلعت انضف الشخصيات اللي انا عرفتها، وعرفت قيمتك دلوقتي وراجعه لك. لا روحي هاتي لنا حسين بقى، مش نافعه. وبعد ما عرفتك انت متاخر. بعد ايه؟ بعد ما الفوائد اوان يا اسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف انا كل ما اجي اترجم حاجه الاعمال اللي سيد بالو قال لها وبعد ايه؟ وبعد ايه؟ بعد ما عرفتي قيمتي متاخر، وبعد ما الفوات اوان. ايه الفوات اوان؟ احنا يعني مضمون الجمله مفهوم. عايزك تسمعني يا بالله واديني فرصه ادافع عن نفسي. فرصه؟ ولا بالو ولا بالو، انا مش عايزك تبقى طيب كده، مش عايزك تبقى طيب. قول لها الجمله اللي هي احنا قلناها في اعمال سابقه قبل كده. قول لها انا قتلت ولدي وملته عشان تخاف منك. فرصه ايه يا اسماء؟ انا عمري ما اسمعك يا اسماء عشان انت تلحديني. اجمد يا بالو اجمد. قال لها بص هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هو قال لها ايه؟ فرصه؟ فرصه ايه يا اسماء؟ انا عمري ما هسمعك يا اسماء عشان انت درحتيني. اعرف درحتيني. وانا الليالي عمري ما عرفت انام بسببك. اسمعك بعدين. مستمرين في تغطيه هذا الحدث المؤسف. بيقول لها وانا الليالي ما عمري ما عرفت انام بسببك. اسمعك بعد ايه؟ ده سهل الجمله دي. ثانيه، انا عايز اسال سؤال معلش. هو ده خيال حسين اللي على الارض؟ ما انا عارف هو حسين اللي مسوحكم، انا عارف. انا لسه اسمع، وربنا يحلم بيا لسه بحبك، بس شريكي بس مش عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع الاولاني بيقول لها بس ربنا يعلم بيا. التانية دي هتبقى الحاد بقى، هنلحد يا بالو. وبعدين قال لها بس شريكي بس مش عايزك. ده ازاي يا بالو؟ ده مش طبيعي. خلاص قلبي كفل من ناحيه البنات، انا قلبي مات. يعني عارفه ايه قلبي مات؟ بلاش يعيش من خير حياه. الجملة الأخيرة دي سهلة. بيقول لها قلبي كفل من ناحية البنات، يعني كفل حد مثلا وما بقاش يعيش من غير حياة، اللي هي أنا مش عارف ده إيه، بس هو خير إن شاء الله يعني. سلام يا اسماء. أسماء، نظرتك في نهاية كل مشهد أنا بتأكد منها إن أنت مش فاهمة حاجة، ولا إحنا فاهمين حاجة، يعني ما حدش فاهم حاجة. بس هو مش مهم، إحنا بنستمتع بمثل هذه المشاهد. وطبعا إحنا بنتمنى إن العلاقة ما تكملش، لأن دي لو كملت هتبقى بمثابة
يعني زي حاجه زي جواز القرايب كده. الى هنا سيداتي انساتي سادتي تنتهي هذه الفقره، ارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بالترجمه. شكرا، السلام عليكم.